السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي حكايات من المغرب. اسمحوا لي بزاف على هذا الروتار لأسباب شخصية. هنا غادي نشارك معكم قصص درامية واقعية وخيالية من قلب المجتمع المغربي، قصص فيها العبرة تشويق واللي ممكن أي واحد فينا يلقى راسه فيها. إذا كنتوا كتحبوا الحكايات اللي كتهزكم من الضحك للبكاء ومن الغموض للصدمات، فمرحبا بكم في العائلة ديالنا. أنا سميتي عادل، شاب مغربي مزوج ولكن ما عنديش الوليدات، راجل عادي بسيط من حي شعبي في كازا. كنخدم في واحد المحل ديال النجارة، يعني أنا نجار، وعايش أنا ومراتي سميتها سميرة اللي تزوجت بها عن حب وكنت كنبغيها بزاف. ديما كنت كنقول على راسي أنا محظوظ حيت لقيت مرة كتفهمني كتضحكني يعني كتوقف معايا في الضيق قبل الفرح، في السراء والضراء. ولكن النهار اللي ما كنتش كنتصورو جا نهار الخميس في الليل. جاي من الخدمة كيف العادة، دخلت للدار معطل ونيتي أنني نلقى مراتي ناعسة، ولكن وأنا طالع في الدروج سمعت صوت خافت جيني من الزنقة قدام الدار، صوت مألوف بحال ديالها. صراحة شدني الفضول، مشيت نشوف من الشرجم، طليت لقيت واحد المنظر اللي لا يرثى له. مراتي اللي كنت كنعزها بحالي بحال نفسي وكنت قاتله على قبلها باش ما تخسر حتى حاجه، واقفه سيدي كتطلب في الزنقه، ماشي فلوس بزز، ماشي حاجه باش تعيش، لا، كتطلب واحد الراجل مجهول وكتهضر معاه بواحد الصوت ديال الدل وديال يعني ما عرفتش شنو كاع نسميه كاع. وقالت كتقول له الله يرحم الوالدين، ساعدني، انا راه ما عنديش فين نمشي، انا راه مقطوع بيا الحبل. قلبي تحبس في بلاصتو، صافي تشنجت. واش مراتي كتسول الرجال في الزنقه؟ واش النفاق اللي عايشه معايا هو غير واجهه؟ يعني انا معايا كدير واحد الماسك، يعني هي عايشه معايا غير بماسك ماشي وجهها حقيقي، يعني قدامي كتلبس ماسك وفاش كتخرج كدير ماسك اخر. هبط وانا مجرور بالغضب ويعني معصب لواحد الدرجه اللي ما يمكنش. وقفت قدامها وواجهتها، غير شافتني تصدمات، هبطوا الدموع في عيونها وقالت عادل اسمح لي نقدر نشرح لك؟ قلت لها وانا كنغلي وكنكشكش، اش غتشرحي لي؟ انا راجلك وكنخدم باش نجيب لك لقمه العيش، وانتي كتخرجي للزنقه كتسولي بحال المتشرده؟ ولا يمكن انت عندك شي سبب اخر؟ ياك ما جالسه كتطلبي باش تعطيهم لواحد اخر؟ بقات ساكته وكتلبلع الريق ديالها بزز باش كدوزو. الراجل اللي كانت كتطلب منه شد طريقه وبقى غير انا وياها، بعدا على الاقل شهدنا ما يديها حتى شي واحد. بقيت كنضغط عليها باش تهضر، صافي كنقول لها دوي شرحي لي، ما يمكنش هادشي هذا ما كيدخلش العقل. وصافي وهي تنفجر في وجهي وهي تقول لي عادل والله ماشي بحال ما كتشوف، انا ماشي كنطلب على خاطري، ولكن كاينين شي ناس شدوني في الديون وكيهددوني يفضحوني، كانوا كيعطيو فلوس بالدين الكبير، وانا خديت من ورا ظهرك باش نعاون عائلتي، ودابا كيجروني في الدل، كنحاول نخلص باش ما يدخلوش عندك ويهرسوا كل شيء. وهي انا زعما في الحقيقه ما عرفتش، انا ما تيقتهاش في الحقيقه. بقيت واقف بلا حركه بين الغضب والخوف والخيانه، واش نتيقها ولا غير كتكذب باش تنقد راسها؟ ديك الليله ما قدرتش الناس، حسيت حياتي كلها تقلبات. المراه اللي كنت كنعتمد عليها طاحت من عيني، ماشي حيت خرجت كطلب، ولكن حيت خبات عليا وعاشت دور ماشي ديالها. من داك النهار تبدلت حياتي، تعلمت ان الثقه ما كتجيش غير بالكلام ولكن بالافعال. وسميرة بقات كتحاول تصلح، ولكن الجرح اللي دار في قلبي باقي ما داواش. هذه كانت حكايتنا اليوم. الى عجبتكم القصه ما تنسوش ديروا لايك وتخليوا لي رايكم في التعليق. حاولت نديرها قصه خفيفه باش تكون بحال نكته اللي يقدروا يسمعوها الاطفال قبل ما ينعسوا، او لشي واحد فقط باغي يهرب من يعني الضغط ديال العمل ديال العائله ديال الحياه بصفه عامه. وش نقول لكم، يعني ما كنبغيش نطول عليكم بزاف، وطبعا تشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد من حكايات من المغرب، ونشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله.